يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجكم ملعب القاضي. وفي الحلقه دي هكلمكم عن تصريح ولا اروع من كده وقرار ولا اروع من كده لمين بقى؟ لمارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي المارد الاحمر، اللي الراجل صرح تصريح النهارده بصراحه يعتبر تصريح مهم جدا 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 بخصوص رحيل ثنائي النادي الاهلي، واللي رفض تماما فكره رحيلهم وهو ثنائي حراس النادي الاهلي. هنتكلم ايضا عن موضوع ابراهيم نور الدين وتحكيمه، او انه هيكون مدير لاداره مباراه الارجنتين والامارات. ابراهيم نور الدين يا جماعه اللي تعتبر حاجه لطيفه جدا جدا، انا مش عارف الناس بتسخر ليه منه بسبب ان هو هيكون مدير لاداره مباراه الارجنتين والامارات، والناس اللي شغاله عماله بتسخر منه، مع ان دي حاجه كويسه جدا 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 لمصر وللتحكيم المصري. هنتكلم في كل تفاصيل الموضوعين دول، وقبل اي تفاصيل لو انت مش مشترك في القناه فانت اكيد ضغطت على البتاع الحمراء دي اللي هي السبسكرايب او الاشتراك. اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده علشان اللايك بيخلي الفيديو يوصل للناس. تعال بقى سريعا كده نتكلم عن ثنائي النادي الاهلي اللي المفروض انه هيرحل، وبعض المصادر وضحت لنا ان الثنائي ده هيرحل عن النادي الاهلي باختصار كده، وهو علي لطفي ومصطفى شوبير، ثنائي حراس النادي الاهلي. هل الاثنين دول يا جماعه هيرحلوا بالفعل زي ما البعض بيتكلم، ولا مش هيرحلوا مكملين مع الفريق؟ باختصار كده كانت بعض الانباء وضحت ان الاثنين دول خارج حسابات النادي الاهلي وخارج حسابات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وشايف ان الاثنين دول مستواهم لا يطلعوا على سبيل الاعاره، يخرجوا على سبيل الاعاره، وبما انهم هيخرجوا على سبيل الاعاره فدي حته هتكون جميله جدا جدا، واللعيبه هتقدر انها تيجي، واللعيبه انها تقدر انها تكون حراس ممتازه، بما انهم هياخدوا فتره بيشاركوا فيها بشكل اساسي مع فرق اخرى، وبالتالي هيرجعوا النادي الاهلي عندهم الاكسبيرينس المطلوب اللي المطلوب داخل النادي الاهلي. اقول لك ان مارسيل كولر رفض تماما فكره رحيل الثنائي ده، اذا كان على سبيل الاعاره او اذا كان على سبيل البيع النهائي، وقال لك ان الاثنين دول مش هيمشوا اطلاقا ومكملين مع الفريق الاحمر. دي القصه باختصار بتاعت مين بقى؟ بتاعت ثنائي النادي الاهلي او ثنائي حراس النادي الاهلي. طيب الحته الثانيه اللي تكاد تكون مهمه للغايه بصراحه من وجهه نظري انا شخصيا، وشايف ان في ناس كتير جدا شغاله عماله بتسخر من ابراهيم نور الدين علشان هيكون حكما لمباراه الارجنتين والامارات. انا بصراحه متضايق جدا من الرياكشن او رد الفعل بتاع بعض الجمهور اللي بيشجع الكره المصريه واللي عارف ابراهيم نور الدين. انت بتسخر منه بناء على ايه؟ انا مستغربك بشكل كبير جدا جدا. ليه يا سيدي؟ لان انت دلوقتي بتتكلم على انها حاجه مش كويسه، وان مش هو ده اللي يدير مش عارف ايه. طب لا، ما يا جماعه اوعى تضرب ميسي، اوعى مش عارف تعمل ايه يا جماعه. الكلام ده عيب قوي والله، الكلام ده بجد عيب يا جماعه. احنا المفروض نبص للموضوع ده من نظره حب ومن نظره شغف، ان احنا عندنا خلاص حد في مصر او عندنا التحكيم المصري بيشارك في مباريات مهمه زي كده، مع انها مباراه وديه ولكن مباراه مهمه جدا عشان بيلعب فيها اهم نجوم العالم، منتخب الارجنتين مش عارف ايه ومين ومين، فقصه كبيره جدا. فاحنا المفروض ان احنا نقف جنبه ونسنده، مش اللي هو نهدم فيه. دي وجهه نظري، قول لي وجهه نظرك في التعليقات.